السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير يا رب، وصحة وسلامة يا رب دايما. زي ما انتم شايفين النهاردة انا عاملة شوية صابون حلو قوي، صابون بلدي في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل بيت. بدل ما الزيت نرميه ولا نبيعه وياخدوا الشركات يعملوا بيه حاجات تانية، لا احنا نعمل بيه صابون اوفر بكتير وهينفع كتير في حاجات كتير في البيت. انا بصبن بيه مواعين وبغسل، بحطه في الهدوم بيطلعها زي الفل. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. انا عندي هنا يجي 4 5 ليمونات، وهنا كوبايتين مية حطيتهم على النار. طبعا حطيته على النار غلوة كده، وحطيت بعد كده المية في التلاجة. ما تحطيش المية سخنة عشان هتتفاعل مع البطاطس ده. يا دوبك ربع كيلو بطاطس او مادة كاوية زي ما انتوا بتقولوها، يعني المادة الكاوية او بطاطس على حسب ما انتوا بتسموه. المية لازم تكون ساقعة عشان بيتفاعل وبيبقى سخن، واول ما بدوبهم مع بعض بيبقى سخن، فبنستنى لحد لما يهدى خالص البطاطس والتفاعل بتاعه مع المية. تمام. هنا حطيت الزيت بتاعي، ده زيت مستعمل بس انا مصفياه. انا عملت لتر ونص، لتر ونص زيت على الكميه اللي انا بعملها دي، لتر ونص زيت. بدات احط الزيت واحده واحده واقلب كده. طبعا انا المضرب ده مش محتاجاه، بعمل بيه دايما صابون بس يعني، فما تكونيش محتاجاه في البيت يعني تحطيه في الاكل ولا حاجه. تمام. هنا حطيت ليمون برضو، كل الليمون اللي طلع من الميه ده انا كنت عصراه برضو حوالي ربع كوبايه. وهنا حطيت معلقتين ملح. الملح ده بيعمل رغوه كده للصابون. طبعا بصوا الصابون معايا لو انتم ملاحظين بدأ يعني يتقل شوية الخليط عن ما كان قبل كده. كل ما تدوبي او تحطي حاجة هيتقل معاكي. هنا حطيت يا دوبك كده ربع كيلو مسحوق. اي نوع مسحوق مش قصة يعني، اي نوع مسحوق عندك موجود. حتى لو ده مش موجود حطيت عندك جل حطي عادي. وحطيت ربع كوباية خل. تمام. وابدأ اقلب، احط كل حاجه واقلب. هنا زهره بيضه ودي اختياريه، حابين تحطوها تمام، ما حابينش تحطوها براحتكم. بس انا بحبها لان كده كده بستخدمها الالوان، بستخدمها عندي في الغسيل الابيض. وانا الصيف لما بيجي بيبقى غسيل ابيض كتير عندي. هنا حطيت كوبايه من اي عندكم، بريل او اي حاجه مواعين، يعني صابون سائل اللي بتاع المواعين، كوبايه. هنا لما لقيته تقل خالص ضربته بالهاند بلندر. ما عندكيش هاند بلندر عادي اضربي فيه كويس قوي بالمضرب السلك وخلاص. هنا جبت كرتونه كانت عندي قديمه كده، كانت دي بدل مكان بلح او كده. طبعا لو عندك صينيه ماشي، اي قلبه عندك سيليكون تمام ماشي اللي يريحك. هنا جبت الخليط وبدات انزل الخليط. خلوا بالكم هنا كان في تحت يعني وانا بضربه كده ما ضربتش كويس، فكان في بعض التكتلات من تحت خالص في الطبق. بس عادي جدا، انا مزجتها بعد كده وانا حطيت الخليط هنا فمزجتها فعادي مشيت معايا. لكن انتوا خلوا بالكم تمزجوا كويس قوي من تحت لفوق جامد عشان ما يبقاش فيه تكتلات. هنا سويت كده القالب بتاعي كويس، بردت الصابون حلو قوي كده. طبعا انا قعدت اظبط فيه حلو قوي عشان يطلع متساوي ومظبوط ويبقى طالعه الصابونه كده، الخرطه بخرطتها بمعنى اصح يعني تبقى حلوه كده. تمام. فانا قعدت اظبط فيه واحده واحده، مروريش حاجه يعني عادي نتسلى. الصابون ده حلو جدا على فكره وبينفع قوي. لو عندك ألمونيوم ما بتلمعش غير بالصابون ده، مفيش ألمونيوم بتلمع. والله لازم الصابون ده، لان هي دي اللي بتلمع الألمونيوم. مهما يكون اي حاجه تانية بنستخدمها ما بتلمعش زي قد الصابون ده. هنا بهز القالب بتاعي عشان اظبط الصابون كويس. وفي الغسيل والله برضو ببشره وبحطه مع المسحوق. واحيانا بدعك بيه اساور او الياقات بتاعه القمصان قبل ما احطها في الغساله، بيطلع معايا الغسيل الابيض ده زي الفل. زائد ان انا بستخدمه في حاجات كتير قوي الصابون ده، هبقى اقول لكم الفتره الجايه ان شاء الله في بعض الفيديوهات يعني. هنا طبعا كان نشف تاني يوم، او ما كانش نشف، كان شويه مندي عشان يبقى سهل عليا في التقطيع. وبدات اقطع بقى قطع كده، زي كانك بتقطعي كيكه ولا بسبوسه ولا حاجه زي كده يعني، هو تربيع يعني. تمام. بصوا، بصوا التقطيعه اهي طلعت معايا زي الفل، وطلع ابيض وجميل. بصوا فل، حاجه حلوه كده ومنوره. هنا حبيت اختبره قدامكم بالميه، فجبت فوطه عندي بتاعه مطبخ بستخدمها، وحبيت احط فيها كده واغسل الفوطه قدامكم عشان اوريكم الرغوه
واوريكم قد ايه هو جميل. والله في الغسيل بيبقى زي الفل، بستخدمه في المواعين زي الفل، تستخدميه في حاجات كتيرة، فبينفع بدل ما الزيت نرميه. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.